عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت ان انا النهارده هعمل مع حضراتكم فيديو حلو جدا 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 استعرض فيه معاكم الشنطة اللي خدناها اول ما وصلنا المؤتمر. احنا اول ما وصلنا لهيلتون ناس كانوا موجودين في الريسبشن، سألناهم عن المكان اللي متفق عليه وفقا للجروب اللي بينا، وبيه وصلنا للناس المسؤولين عن تنظيم المؤتمر. واول حاجة عملوها ان هم ادونا الشنطة دي، زي ما انتم شايفين هي عليها اللوجو بتاع البي دي اي. تمام، فيلا مع بعض نفتح الشنطه ونقول لكم ايه اللي جواها. تمام، هي شنطه كبيره وعاملين زي شنطه حمزه متينه يعني، وبتلم حاجات كتير جدا ومليانه حاجات. ده غير ان احنا برضو اشترينا حاجات من المكتبه والمعرض اللي معمول في على هامش المؤتمر، فحطيناها فيها برضو. تعالوا نقول فيها ايه. اولا هي فيها ده، وده يخص الثينك تانك اللي هو كان اخر يومين، اللي هو كان موجود يوم السبت والحد. احنا خلصنا النهارده السبت ولسه في بكره كمان. الثينك تانك ده موجود فيه اهو، مدينا الاجنده. دي حاجه اسمها فاميلي جروبز، هم مقسميننا جوه جروبس وبيتاكدوا ان احنا عارفين كل حد فينا باسامينا في الجروب نمبر كام. عاملين الهوتل ماب للاوتيل عشان محدش يتوه، لان الاوتيل واسع جدا واحنا بنغير القاعات والورك شوبس، كل ورك شوب بتايتل ليها مكان، فعلشان ما نتوهش يعني فحاطين لنا الماب، وحاطين لنا نوتس عشان لو حبينا نكتب حاجه. وبعد كده عاملين لنا الاجنده بتاعه المؤتمر. تمام، من اول يوم الجمعه لغايه الحد. المؤتمر كان يوم الجمعه بس، الثينك تانك المفروض السبت والحد، لكن الثينك تانك كان ليه اوبننج سيكشن يوم الجمعه، فهم هتلاقي يوم الجمعه كان بيتكلم عن الاوبننج سيكشن، وبعد كده كل بقى التفاصيل اللي تخص الديتيلز بتاعت الورك شوبس ومين اللي هيديها وفين، كل الحاجات دي. والكلام ده على مستوى الكونفرنس بتاع يوم الجمعه، وعلى مستوى الثينك تانك اللي هو يوم السبت والحد. تمام، هتلاقوا ايه تاني معانا جوه الشنطه. هتلاقوا البيبر دي، والبيبر دي عباره عن التفاصيل بتاعه اليوم بتاعه الكونفرنس، وكمان حاجه ليها علاقه بالداتا اللي بنملاها علشان الشهاده بتاعه الكونفرنس، يعني ليها علاقه ببياناتنا والايميل والفون وشويه بيانات شخصيه المفروض نملاها عشان نسلمها المسؤول هناك في الريسبشن او مسؤول عن المؤتمر عشان الشهاده بتاعته. اوكي، يبقى ده تبع المؤتمر وده تبع الثينك تانك. تعالوا نشوف دي كانت داتا هاند اوتس مديها لنا يوجي في احد الورك شوبس. كلهم كانوا معتمدين على الداتا اللي موجوده على البادلت، ما عدا الحقيقه يوجي كانت مصره انها تديها لنا مطبوعه، فدي كانت بتاعه ورك شوب من الورك شوبس اللي خدتها. كانت الورك شوب دي عن الميتسوري، ميكسنج ما بين الميتسوري والبوزيتيف ديسبلين بشكل حلو جدا. يوجي شطوره فعلا، وده اعلان عن الورك شوبس بتاعت يوجي عشان لو حد فينا حب يشترك معاها، حاجات لايف وحاجات اونلاين وكده. تمام، ده ايه؟ ده برضو اعلان عن مكان عامل ماكسنج ما بين المتسوري والبي دي اي، اعتقد ده احد الرعاه وعاملين له الدعايه بتاعته، احد الرعاه الرسميين للمؤتمر يعني. تمام، وده كمان احد الرعاه ودي الدعايه بتاعته. تمام، هنا دي داتا عن البوزيتيف ديسبلين واللي عاملاها الجمعيه الامريكيه نفسها، وهم عاملين فيها وات از ذا بوزيتيف ديسبلين، وكاتبين فيه شويه داتا عن ايه المعنى العام للبوزيتيف ديسبلين ومين اللي مؤسسين بتوعه، وتفاصيل عن الرؤيه بتاعته واهدافه على مستوى العالم. تمام، فده برضو ايه تبعنا يعني، مش اعلان. تمام، ده ايه؟ دي اعلان برضو من احد الرعاة عن الكلاسز، واللي كلها في مجال التربيه، واللي هي احدث كلاسز موجوده في ده، وهي عاملاها لنا سواء لايف او اونلاين، وطبعا بيدينا شويه اوفرز للناس اللي حضروا المؤتمر يعني. تمام، دي نفس البيبر اللي احنا عملناها بتاعت الكونفرنس، اللي احنا المفروض نملى الداتا بتاعتها، وعاملين طريقه كده لطيفه بالغياب، ان كل واحد حد تاني يمضيله في الغياب بتاعه. يعني انا حضرت، حضرتك حضرت معايا، فيا اما بتروح لمدرب قائد يمضي لك، يا اما حد من زمايلك يمضي ان انت حضرت، وهكذا. فده الغياب بتاع الثينك تانك، وده اللي لازم نملاه ونسلمه لاحد المسؤولين هناك عشان برضو الشهاده. تمام، هتلاقوا معايا النضاره بتاعتي، دواء برد عشان الجيت لاج مبهدلنا الحقيقه، فكان لازم يبقى معانا مسكن ودواء برد، ده تبعي انا. هتلاقوا ده الفلاير دي، ودي اديتها لنا حد
من الناس اللي على هامش المؤتمر، وكان حلو جدا جدا. وهي بتتكلم عن فكره من افكار البوزيتيف تاسك بلان. اعتقد انا شرحتها في اكتر من فيديو قبل كده لما شرحت طريقه عمل المخ، ودي كانت احد الفلايرز اللي احنا خدناها معاها. هتلاقوا الباكج دي تاكت، دي احد الجيمز المعموله جوه المؤتمر، وهي جيم لطيفه. انا لسه بما اني لسه في شنطتي، لكن هي مفترض اكون حطيتها النهارده او بكره، فان شاء الله هحطها بكره. هي لعبه كده تاكت بنكتب عليها اسامينا بطريقه معينه، وفي هناك هدايا وشويه حاجات جايبينها بعدد كبير، المفروض بنحط اسامينا فيها، وبعد كده بيعملوا قرعه من كل باكج هدايا، يعني طريقه فاني كده للهزار، وان هم يقدموا هدايا لمعظم الحضور يعني. فعاملين اللعبه دي. عاملين كمان انا استغربت لما شفت دي، وهي مروحه كلاسيكيه عاديه خالص حاطينها لكل الشنط، لكن الحقيقه هي قاصدين انها هتكون الورق بتاعها سهل الكتابه عليه، لان دي استخدمناها في احد الانشطه. كانت في احد الالعاب التدريبيه اللي جوه المؤتمر، بصراحه كانت حلوه جدا وجديده جدا، وهم مميزين في ده بصراحه جدا يعني. فدي كانت المروحه دي بنستخدمها في ده غير ان الفاميليز اللي هي الجروبات بيستخدموها للاشارات ما بينهم. يعني ممكن نتفق مثلا الفاميلي بتاعتي على اشاره معينه بالمروحه، لما نعملها يبقى ليها معنى معين. فهي برضو من الحاجات اللي بتستخدم في الالعاب التدريبيه جوه التدريب يعني. في كمان الباكج دي، ودي هقول لكم احنا بنستخدمها في ايه لما اوريكم الكارد ده. الكارد بتاع اسمي عليه التاج نيم بتاعي اهو، بتاع ده ثينك تانك. انا معايا واحد للمؤتمر وواحد للثينك تانك ده. لو لاحظتم احنا معانا دوتس زي دي، ودي احد الالعاب الرئيسيه اللي جوه الثينك تانك، وهي فقره زي نشاط انتقالي كده ما بين كل لعبه والتانيه، بيعملوا لنا الفقره دي. فكرتها لطيفه جدا، وهو ان احنا كل علامه من دول ليها معنى مثبت على الباوربوينت. حاجات مثلا زي I have a story، زي مثلا I have a question، I want to listen to a view of a point of view، يعني حاجات كده لطيفة، شوية أسئلة. فكل واحد بيختار السؤال اللي هو عايزه أو الطريقة اللي هو عايزها، ويحط اللون اللي بيعبر عنها ويلزقه على التاج نيم بتاعه، وبنلف في القاعة بشكل معين، وكل واحد يقابل التاني يرد على الكالر بتاعه. لعبة يعني من الألعاب التدريبية لطيفة جدا. تمام. هتلاقوا كمان ودي لعبة أنا كسبتها في أحد المعارض الموجودة على هامش المؤتمر، وكانت لعبة لطيفة. كسبت منها البوك ده، تمام. وكسبت منها دي، تمام. أنا مش عارفة حقيقي، من ساعتها ما حاولتش أفتحها وأعرف هي فيها إيه، عشان كانت معايا مروة وكنت عمالة أغيظها إن أنا كسبت وهي لأ. مروة اللي بتصور أصلا. فيها قلم، وفيها شوكولاته كيت كات، وفيها بوك مارك. وانا يعني حد ايه يعني بحتاج دايما بوك مارك كتير، ودايما بتضيع مني، ودايما ما عنديش، وانا عندي كميه منها كبيره جدا. تمام. وفيها ايه ده، اعتقد دي زي انسيال او حاجه، صح يا مروه؟ ده انسيال. وده حاجه زي اللي احنا بنحفظ فيه البطاقه او كده، بس عليه طبعا اعلان المكان اللي كان في المعرض يعني. تمام. ايه تاني؟ وفيها يعني ده برضو حاجه من الكاندي، نبقى نقلبه انا ومروه بعد شويه، مش مشكله. تمام. ايه تاني؟ ده احد الالعاب اللي موجوده في المؤتمر، وهي شكل البرين. تمام. هتلاقوا ده، فاكرين اللعبه دي؟ تمام. دي كانت معاها، وهو زي مخطط كده للبرين. هو اصلا هدفه بس ان انت تعمل اللي هو بقى بتاع الاسترس ده، كلعبه لطيفه برضو من الحاجات اللي موجوده. ده شاحن اديتهولي واحده زميلتي، يعني تسلم ايديها، جوه المؤتمر لما كنت متسوحه، علشان انا اكتشفت ان الشواحن المصريه ما بتنفعش اصلا في امريكا، اختلاف السوكت اصلا، هم عندهم ده. وده طبعا المصريين اللي هنا عارفين ان مش دي اللي في مصر يعني. فانا كنت فجاه الموبايل بيفصل شحن، ومفيش اي حاجه ينفع تشحنه في اي حته يعني. فربنا يكرمها وسيله من الجزائر، وهي حضرت معانا المؤتمر بس ما كانتش حاضره معانا الثينك تانك، وادتني ده واصرت ان اخده بشكل يعني فعلا جزاها الله خيرا، نفعنا جدا يعني، انقذنا من الضياع. احنا من غير شاحن موبايل بيفصل، الموبايل فصل يعني، احنا تهنا في الشوارع وضعنا خلاص، لان احنا بنوصل عن طريق جوجل ماب،
فده كانت تحدي قوي يعني. ده انا اشتريته، وده كان معاه البوك ده هوريه لكم حالا، وده انا عملت لكم عليه فيديو مخصوص، مش عارفه نزل ولا لسه، بس يعني ده مع البوك ده. ودي تولز للبوزيتيف ديسبلين لكن للاطفال. انا عندي للمعلمات للتيتشرز، وعندي للوالدين، لكن دي اول مره يبقى عندي للاطفال. فدي كان الباكج دي جديده، وده انا ما قدرتش اقاوم الحقيقه، وانا عماله اقول لمروه لازم نمسك ايدينا في المصاريف، لكن الحقيقه ما مسكناش ايدينا في المكتبه خالص، فاشترينا دول. ده جديد ومش عندي خالص ومش موجود في مكتبتي اصلا. تمام. وفي حاجه تانية جديده، الكتاب ده وبرده مش عندي ومش موجود في مصر ومش موجود في مكتبتي، وان كان سمعت ان هم شغالين عليه في الجمعيه العربيه للتربيه الايجابيه، لكن ما كانش عندي يعني، فبرضه اشتريته. تمام. هتلاقوا ايه تاني في الشنطه؟ هتلاقوا شويه بيبر انا واخداها احتياطي اساسا ان انا مش هيبقى معايا بيبر. دي كانت بيبر للعبه من الالعاب اللي جوه الورك شوبس. ودي يبقى انا فتحت معاكم كل الشنطه بتاعت الفيديو ايه، ويا رب الفيديو يعجبكم.